خبر مفرح لاي اسره مصريه. سويفت جيت افيشن عاملين خدمه جديده حلوه، هي هليكوبتر بتاخدك من بيتك في القاهره لحد الساحل الشمالي والعكس صحيح. سالت على الاسعار لقيتها في المتناول لاي عيله ملكيه في مصر، فالموضوع حلو جدا، ولكن انا عندي بضع اسئله محتاج اجابات واضحه عليها، حد يكلمنا من عندهم باجابات واضحه عشان ما نخشش في هاسلز وخناقات وحاجات كده. اول حاجه عايز اعرف بالنسبه لطياره الهليكوبتر هتدخلني لحد الشاليه، يعني هتقف على منسوب الدور الاول وهنط على البلكونه، ولا هيجيبني عند بوابه القريه؟ لان لو كده حابب انوه ان احنا عندنا البوابه بتفتح كده، فممكن تخبط في السيوف بتاعه الهليكوبتر. كان زمان الباب بيفتح كده، كان ممكن الهليكوبتر تخش، دلوقتي الباب بيفتح كده لان احنا جددنا القريه. ما هو اتحاد الملاك ده ما بياخدش فلوس على الفاضي. فاول حاجه عايز اعرف الكابتن هينزلني فين، لان دي تفرق قوي 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 معايا انا كواحد بيدفع، يعني انا بدفع فلوس عايز قدامها خدمه. تاني حاجه عندنا البت جنه بنت اختي صغيره، وبصراحه ما حدش بيطيق يركب معاها العربيه من القاهره للساحل 3 ساعات، فلو هتيجي معانا هندفع اجره كامله ولا هندفع نص اجره؟ متهيألي نص اجره تقريبا ب 38000 ونص. انا متهيألي من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي احنا ما صرفناش عليها المبلغ ده في حياتنا. فجنه وضعها ايه؟ يعني جنه تحديدا في الهليكوبتر دي وضعها ايه؟ ثالث حاجه عايز اعرف هل انا محتاج لما اجي اطلب الخدمه اكلم الكابتن واقول له مثلا التكييف عندك تكييف، يعني موضوع التكييف في الطياره هل لازم اتاكد قبليها؟ لان انا لو ركبت وما لقيتش تكييف وانا فوق مش هعرف اقفش وانزل، فاحنا هنبقى وضعينا ايه فوق؟ انا ما احبش حد يلوي دراعي. وبرده عايز اعرف هل الدفع بيبقى كاش ولا فيزا؟ انا مش عايز خناقات مع الكابتن، انا زهقت من خناقاتي مع كباتن شركات التوصيل في مصر اللي على الارض، انا مش عايز خناقات، بس انا عايز اضمن ان انا هدفع المبلغ ده مش ما حدش هيتخانق معايا. من ضمن الاسئله برده اللي عايز اجابه واضحه عليها، انا في قريه من الساحل الطيب قبل مراسي مثلا بتاع 50 60 كيلو، هل بدفع نص اجره؟ يعني لما بنيجي نلم الاجره من بعض هل بقول له مثلا 4 من 5 مراسي؟ يعني وضعينا ايه في القرى اللي بدري؟ اصل حرام مثلا ابقى انا راكب انا وعاشور صاحبي، عاشور نازل مراسي يدفع هو 75000 جنيه وانا نازل نيس ادفع 75000، طب ما في 50 كيلو زياده، ده بنزين وايفورت، انا وضعي ايه فيها؟ ومن ضمن برده الحاجات اللي محتاج اجابات واضحه عليها جدا الوجبات. انا دلوقتي مسافر طريق سفر، هل اجيب معايا سندوتشاتي زي ما بعمل في القاهره، ولا انتوا عندكم تشيكن وبيف وفي مضيفه هتيجي تسالني؟ لان انا عارف ان الحيز في الهليكوبتر ضيق. والسؤال الاخير اللي هنهي بيه ومحتاج اجابه واضحه عليه عشان دي كانت خناقه قريب الاسبوع اللي فات على بوابات الشروق، الكارته بتاعت مصر اسكندريه والكارته بتاعت الحمام، الكارتات دي كلها الكابتن هيدفعها ولا انا اللي هدفعها؟ انا احب الامور تبقى واضحه من قبل ما اطلع، الكابتن يقول لي والله ما عنديش تكييف، الكارته عليك هنزلك على بوابه القريه، ابقى انا فاهم غير كده لا شابو، خدمه متميزه انا فعلا كنت محتاجها. هو ده اللي احنا كنا احنا محتاجين حاجتين، هليكوبتر تاخدنا وموتور ميه بابا يجيبه، احنا في الدور الاول الميه بتقطع عندنا، فموتور ميه يوصل لنا بس الميه في الشاليه بتاعنا والنبي عشان خاطرنا.